هذا الفيديو محزن كتير كتير كتير. شوي تفرجت على يوتيوبر عراقي سعودي أردني ما شاء الله كلهم من 50,000 و70,000. إلا نحن ليش هيك نحن السوريين؟ بس بدي افهم ليش نحن هيك. انا بقول لك ليش. ما خرجنا غير لسه اختك وعلى امك وعلى اختك، ما خرجنا غير بالمسبات، وحياة الله ما خرجنا غير بالمسبات نحن. ليك ولك نحن قوات الدعس. ايه واذا قوات الدعس يعني شو اسوي لكم يعني؟ لسه اللي بيعدي علينا لسه اختك وامك ايش لا امك واختك وامك وستك وجدك بدك تركونا بقى. ما هو من شان كذا ولا كذا ولا كذا، لانه عم نطلع على حالنا اقسم بالله العلي العظيم فلا رح ننتصر ولا رح نرفع اذا بده. ليش هيك؟ تعالوا افرجيكم بعض الاسئله. بدي افرجيكم شغلات وعملات. اللي نشرت الفيديو انت الي راح اكون انا احسن منك. طبعا انا ما بفضل لا شباب ولا بنات، اثنيناتكم اقسم بالله بحبكم من كل قلبي. كل شخص بيعلق وبيحط لايك او ديسلايك بحترمه وبحبه انا كثير كثير. عرفتوا مين هاد؟ اكيد عم يشوفني مين هاد. عندي اكثر كم صورة عنك بس ماني مسوي مثلك. انا راح اكون احسن منك. اوكي؟ شكرا لك على كل حال، شكرا لك. نرجع لموضوعنا. هي محادثة عاملين مجموعة قوات الدعس وما دعس. لا شوفوا، ما راح انا بقرا لكم انا. طيب راح اقرا لكم. لك عرصاه ليش عم تشد مع الجبلاوي؟ قلت لك انا معك بكل شيء، بس جبلاوي لا، بدك تعذرني. مو مشكلة في كلام بس يعني عم بستحي اقوله. انا عم بستحي اقوله. بدكم دعم من عيني هي قبل هي. بدكم شو بدكم اسكر القناة اسكرها، بس انت اللي عم تغلط علي لك انت قوم بدالي. انا جاي انا ما تقول انه انا خفت. انا غير الله بخاف منه، بس انا ما بخاف منه لانه ما عم رد لك، لانه تربيتي والله عم بخجل احكي يعني عم بخجل لما بدي اسبك. بوقف اقول يا الله مين بدي اسب؟ من سوريا؟ والله ما بعرف شو بدي. احسن شيء حسبنا الله والله يهديكم. على كل حال بتمنى تفهم كلامي، وانا ماني خايف منك ولا من اللي كل شخص مكروه لإلي. انا ماني خايف من حدا، بس خليني اشوف على اليوتيوب يوتيوبر سوري عنده 1,000,000 مشترك. كل يوتيوبر الا ما يشوف مشكله وبس عند السوري. ليش؟ بخير ربكم اخواتي. انا هي ورح اوعدهم للجميع، للشباب وللصبايا، من هون للعيد المصر 5000 وعد مني لك يا مضبوط يا اللي بتكرهني. انت ما رح تسميك الا مضبوط، رح تسميك اخوي. ضغط مني معلش، بدك تسبني سبني معلش، والله ما بزعل، بس قوم بدالي. اوكي؟ تحياتي للجميع، فرصة سعيدة. بخير ربكم شباب وصبايا، بحبكم روحي لكم. ان شاء الله تعرفوا شو حكيت.